متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجبة اليوم راح تكون دجاج بالخضار أو مشكل خضار بالدجاج. معي الدجاج هنا مغسل جاهز، هنا البامية، هنا الطماطم، هنا الجزر، كوسة، فلفل حلو بيبار، كزبرة، ثوم مقطع ناعم مهروس، بطاطا، 100 جرام معجون طماطم، ملعقة ونص ملح، نص ملعقة فلفل أسود، ملعقة كركم، ملعقة بهارات ميكس مجموع. معي هنا 3 حبات بصل وضعتها بالطنجرة أو بالقدر، صارت محمرة جاهزة. الآن أضع معجون الطماطم، بحمص معجون الطماطم حتى تستوي. أصبح معجون الطماطم مستوي ناضج البخار. الآن بضيف الثوم، الآن بضيف الدجاج، بحمصها شوية حتى تكمش، تكون ماسكة شوية. صار الدجاج كامشة شوية، مسكت شوية. لاحظ كيف صار شكلها جميل يهبل. الآن بضيف البهارات، بكشنها شوية، حط شي دقيقة واحدة، يعني حشحشها بالعبارة اليمنية لمدة دقيقة. ثم الخطوة اللي بعدها، بعد الدقيقة من التكشين بضيف لها الطماطم، برضه بحشها أو بكشن لها لمدة دقيقة أو دقيقتين. الطماط صار جاهز. معي هنا لتر مية ساخن، لازم يكون ساخن. الآن بضيف له 2 كوب مية ساخن، 3 كوب، بنخليها 3 كوب لأنه الدجاج. هذه 3 كوب مية، بتركها شي 7-8 دقائق تغلي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لاحظ الصوص شلون، أما الريحة سبحان الله العظيم. بغطيها، بتركها لمدة شي 7-8 دقائق تغلي لوحدها عشان تستوي الدجاج قبل الخضار. ما شاء الله اكتملت المدة، شي 7 دقائق 8 دقائق. لاحظ شكل الدجاج كيف صار ولون البهار. الآن ايش بعمل على الجميع قبل أن يضع الخضار أو اللحم أو ما شابه ذلك؟ أن تأخذ جزء
قليل من الصوص وتتذوقه. سبحان الله العظيم، ما شاء الله تبارك الله. الطعم طيب والملح طيب، صار موزون. تطعمه قبل. الآن بضيف له البطاطا. بتركها شي دقيقتين. الآن متابعي الكرام، هذه ملعقة من الحلبة المطحونة. أضيفوا الحلبة في وجباتكم، ففيها طعم متميز جدا وفيها فوائد عديدة. الآن بضيف الخضار. بفرشها بالشكل هذا. تترك الدجاج أسفل على أساس، أو اللحم أو ما شابه ذلك، لتستوي، يكون الضغط عندها أكثر، والخضار تستوي بطريقة بسيطة. وضعت الخضار الأولى جزر وكوسة وبيبار. الآن بضيف البامية. البامية تكون آخر شيء تكون في الوجه الأعلى، لأنها تستوي سريع، وعلى أساس أنها تكون أجمل. الآن بتركه، بغطيه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم نشوف النتائج. ما شاء الله تبارك الله. اكتملت المدة 25 دقيقة. ما شاء الله تبارك الله. لاحظ الريحة، سبحان الله العظيم، ما تصوروهاش. الآن بعمل له رشة كزبرة، تكون الأخيرة، على أساس تعطيه نكهة متميزة. انتهى. الآن نغلق عليه ونعمل سمبل. ما شاء الله تبارك الله. الآن نعمل تيست. سبحان الله العظيم، الريحة ما تصوروهاش يعني. لاحظ ما شاء الله تبارك الله. الآن بعمل لها تزيين طبعا، بس بالتزيين بعمل لها شيء، رشة قليل بقدونس كزبرة للتزيين.
الآن بس محتاجين للخبز والمقبلات، وبعدها صحة وعافية على قلوبكم. إن شاء الله تنال على إعجابكم. شاكرا تعاونكم ومتابعتكم. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.